ادي ماكينه الاسانسير، دي الماكينه المسؤوله ان هي تنزل الكابينه بتاعت الاسانسير او ترفعها. بتعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق البكاره دي، بتلف كده وبترفع الكابينه او تنزلها عن طريق الوايرات دي. 5 وايرات، العدد ال5 وايرات دول لازم يكونوا مشدودين مع بعض وشايلين الكابينه، الاحمال تكون متوزعه عليهم علشان مفيش واير يهلك قبل الاخر، وبالتالي انا بستفيد بالوايرات اكبر مده ممكنه. بلاقي بكاره وبعدين بكاره ثانيه وبعدين بكاره ثالثه نازل منها الوايرات دي، بتكون شايله التقل. في تقل هنا، ده وظيفته ان هو يعمل عمليه موازنه مع الكابينه بحيث انه الماكينه ما تبذلش مجهود كبير في رفع وتنزيل الكابينه دي. في اسانسيرات تانية بتلاقي ان التقل ده نازل من البكاره التانية دي على طول ورا الكابينه كده على طول هنا في المكان ده، لكن هنا تقل ورا في المنور. في هنا مروحه، المروحه دي مسؤوله عن تبريد الموتور ده، لان الموتور ده بيسخن خصوصا في فصل الصيف، فالمروحه دي بتشتغل دوريا على طول كده وهو طول ما الاسانسير شغال علشان تعمل عمليه التبريد. نيجي بقى للاجزاء الهامه عندنا في عمليه سحب الشخص المحبوس داخل الاسانسير، وهي الفرامل دي والفلاي ويل دي او الحدافه دي. الفرامل دي بتقفل على الفلاي ويل بحيث ان هي ما تتحركش عشان الكابينه تكون ثابته امام الباب، لا تطلع ولا تنزل. فانا لما بحب احرك الكابينه بواسطتي انا بدون الاستعانه بالكهرباء، فبحرر الفلاي ويل دي. بحررها يعني بحرر الفرامل عنها، بفصل الفرامل عنها. بفصلها ازاي؟ يا اما بشد كده يا اما بادفع كده، يعني يا يمين يا شمال. في الحاله دي بص، لو انا زقيت الفلاي ويل تحت كده او كده مش هعرف احركها لان الفرامل قافله عليها، لكن لو انا عملت كده سحبت كده هتلاقي بص شايف في حركه هنا. ركز هنا كده شوف ايه اللي هيحصل. بص الحركه دي انا كده بحرر الفرامل عن الفلاي ويل. في الحاله دي الفلاي ويل اقدر ان انا احركها، فانا هنا مش هعرف بس احرك الفلاي ويل عشان معيش ايد ثالثه، فبحرر الفرامل وبحرك الفلاي ويل اطلع الكابينه او انزلها. بتصل بالشخص المحبوس داخل الاسانسير واساله انت اقرب باب ليك فين، فوق ولا تحت؟ لو اقرب باب ليه فوق فانا بحرك الفلاي ويل بشكل ان هو الاقي الوايرات دي بتطلع قدامي، يعني الكابينه بتطلع لفوق. ولو العكس قال لي اقرب باب ليا تحت، يبقى انا احرك الفلاي ويل بحيث ان الوايرات تنزل تحت، الكابينه تنزل تحت. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان تحريك الفلاي ويل ده بيحتاج مجهود، تبقاش العمليه سهله، وبالتالي انا بوفر على نفسي على قد ما اقدر. كمان انا بوفر على الشخص المحبوس داخل الاسانسير وقت، انا عايز اطلعه في اسرع وقت ممكن. طبعا قبل ما بعمل العمليه دي بتاكد ان انا فاصل الكهرباء تماما عن الاسانسير علشان لو الكهرباء رجعت ما تعملش مشكله وانا بعمل عمليه سحب الكابينه. بفصل الكهرباء ازاي؟ بالمفتاح ده مفتاح الكهرباء الرئيسي. ادي المفتاح هو كده مفصول اهو. لو انا رفعت كده يبقى كده الكهرباء واصله كده، افصل وابتدي اشتغل. في هنا لوحه التحكم بتاعت الاسانسير، تعال نشوفها. بوردة الكنترول اهي. بنلاقي هنا مجموعه ريليهات وترانس، انا بس بوريك من اجل المعرفه بالشيء ليس اكثر. ودلوقتي هوريك فيديو عمليه سحب الكابينه علشان انقذ الشخص اللي كان محبوس داخل الاسانسير. معاك. انت كده طالع صح؟ كده طالع تمام. ايوه كده يا دكتور. تمام كده عند الباب؟ كده تمام. ماشي تمام. طبعا ما تنساش قبل العمليه دي يكون مفتاح الكهرباء ده مفصول. كده بعد ما الشخص طلع اقدر اوصل الكهرباء تاني علشان انزل، والكهرباء لما ترجع الاسانسير يبقى يشتغل. فرضنا انه الكابينه وصلت هنا خلاص وانا حابب افتح باب الاسانسير، فالباب بيكون لوكد بالكالون ده، فانا بستخدم لقمه طوارئ الاسانسير، اسمها لقمه الطوارئ، بيبقى شكلها من الداخل بالشكل ده. بدخلها هنا كده وفي اتجاه عقارب الساعه بلفها، سمع صوت الكالون، وبفتح باب الكابينه بالشكل ده كده. بص بقى الكالون عامل ازاي اهو. المفروض الترباز ده كده بيدخل هنا. دلوقتي الكهرباء رجعت، فانا حابب اوريك ايه اللي بيحصل او ميكانيزم عمل الاسانسير ازاي. ادي الفلاي ويل شغاله، ادي الوايرات طالعه، يعني الكابينه كده طالعه. بص ايه اللي هيحصل هنا اول ما الكابينه تقف. بص الفرامل كده قفل عليها، شفت التكه دي؟ هي بيتحرك مسافه قليله جدا، مليمترات او نص سنتي تقريبا، بس هي ظاهره يعني. بص ركز هنا كده،
ارجوك ما تنساش والدي ومحمود اخويا من صالح دعائك، ولو استفدت مني حاجه يا ريت تدعي ليا وليك بالصحه والستر وراحه البال والهدايه للطريق الصحيح والمستقيم.